ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ صلي على النبي عشان انا وانت ناخد حسنات. اديني اللايك الجميل، انزل اعمل اشتراك وتعالى اسمع كده السردة اللي جاية دي. بص يا صاحبي، الاهلي عنده سيراميكا، حرس الحدود، الزمالك، ثم توقف دولي. المدير الفني الجديد لحد الان كله قال لك اروس، اسمه ايه ده اللي هو الالماني، بس لحد دلوقتي مادام مفيش، بص، مادام مفيش تعاقد رسمي انا ما تعتمدش. لما تشوفه في التمرينات كده قول خلاص حلو الكلام. فلحد دلوقتي مين المدير الفني؟ هو كابتن عماد النحاس. يكمل بقى لحد الزمالك ما يكملش، الله اعلم. طيب شوف يا سيدي، الاهلي هيلعب ماتش سيراميكا. ماتش سيراميكا ده الاهلي عنده 6 نقط، وسيراميكا خد بالك من الفرق اللي هتهاجمك وهتهاجمك كتير قوي وهتوصل للجون كتير. ماتش الزمالك كان واقف 90 دقيقه ورا الكوره، فرقه تقيله وعمرو السوليه مديهم نفس ومعاهم فخر لقاي بقى، وانا مش هعدلك الاسماء. فماتش صعب جدا، وارد الاهلي يخسره بالاداء ده طبعا عادي، تعادل او يخسر عادي جدا. فانا همشي معاك ان الاهلي خسر مثلا. وجي ماتش الحرس، ده الماتش المفروض انه مضمون، ده الماتش المفروض انه مضمون مع الحرس. طيب انت تقول لي في الكوره مفيش حاجه مضمونه، ما الحرس اتعادل مع بيراميدز مثلا، اقول لك عندك حق. وهو دي النقطه، افترضنا الاهلي ما قدرش يا سيدي في اسوأ الاحوال اتعادل مع الحرس، فبقى عنده كام نقطه؟ 8 نقط. لو عنده 6 بقى عنده 7 نقط كمان، واخد بالك؟ ده على افتراض انه خسر سيراميكا مثلا. وهنقول ان الزمالك ربنا نفخ في صورته وكسب الاسماعيلي وكسب الماتش اللي بعده وراح يلاعب الاهلي وعنده 19 نقطه والاهلي عنده 7 نقط. انت فاهم حاجه؟ انت فاهم لو ماتش القمه رايح بالترتيب ده الاهلي هيبقى ترتيبه الكام والزمالك في الكام؟ الزمالك اول دوري والاهلي ممكن يبقى الاخير مثلا. انت فاهم الفكره؟ ده وارد يحصل بالطريقه واللعب بتاع الاهلي ده جدا جدا. طب ده لو حصل، الزمالك لو كسب ماتش القمه ده بقى 22 نقطه والاهلي 6، الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. حتى لو الاهلي كسب الماتش المؤجل يا سيدي وبقى 9 نقط، فرق اكتر من 13 نقطه في القمه. طبعا انا بسرد معاك حاجه ممكن تحصل واحب اسمع رايك. ده لو حصل انت كمشجع هتتقبلها؟ فرق يبقى 13 نقطه، ما لعبناش الا 9 جولات بس في الدوري. احب اسمع رايك في الكومنتات. سلام.